هذا النشاط في إطار إعطاء انطلاقة الحملة التحسيسية من طرف المديرية الإقليمية بأكادير توتانات في إطار الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني. تهدف هذه الحملة إلى تحسيس تلاميذ وتلميذات بمختلف ربوع الثانويات المؤسسة الابتدائية والتأهيلية والإعدادية بمجموعة من المخاطر والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي. وطبعا هذا اللقاء اليوم هو إعطاء انطلاقة رسمية وفعلية لهذا النشاط. من الأهداف الأساسية هو ترسيخ السلوك المدني وإعطاء التلميذ واحد الفرصة للالتقاء مع المؤسسات الأمنية باعتبار المفهوم الجديد للسلطة والمقاربة الجديدة للمؤسسات الأمنية في الالتقاء المباشر مع التلاميذ وانفتاحهم على مجموعة من السلوكيات اللي كتمارس داخل المؤسسات التعليمية، على اساس ان المؤسسات الامنيه اصبحت شريك اساسي واستراتيجي مع المؤسسات التعليميه في نقاش هذه القضايا مع التلاميذ. كانت في الحقيقه استجابه ممتازه وكان تفاعل جد ايجابي في التلاميذ من خلال اللقاءات اللي كان استضفنا فيها المؤسسات الامنيه طيله السنوات الماضيه. ندعو جميع المؤسسات التعليميه على مستوى الجهات تتمسك كذلك الانخراط الفعلي والايجابي في محاربه هذه السلوكات المشينه بمعيات الاخوان ديالنا في الاطر الامنيه، وهذه الانشطه اللي كنديروها في الانديه التربويه. ندعو الى مزيد من ترسيخ هذه السلوكات داخل المؤسسات التعليميه. اليوم حضينا بهذه المبادرة اللي شرفونا الحضور ديالهم الناس الأمن الوطني والأطر التعليمية باش يوجهونا لواحد شي أشياء إيجابية باش نحاربوا بها أشياء اللي كتوقع داخل المؤسسات التعليمية اللي هي كيأسفنا تكون في المؤسسات التعليمية وضروري خاصنا نحاربوها. كاين أمثال عديدة، لذلك احنا فرحانين بهذا الحمله اللي كتكون كل سنه كيكون الافتتاح في مؤسسه وكيوجهونا الامن الوطني والاطر التعليميه الحوايج الايجابيه اللي نقدروا نحاربوا بها الحوايج السلبيه اللي كيكونوا في المؤسسات.